خويا الا كان ممكن تشرح لنا الكلمه ديال المازوزيه والبكريه، كنسمعوا بزاف الفلاحه كيهضروا عليها، الا كان ممكن بارك الله فيك. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان. بالنسبه للناس اللي كتسول على حساب الزريعه المازوزيه والزريعه، انا كنهضروا هذيك الزريعه المازوزيه والزريعه البكريه، كنهضروا احنا على الزريع، على وقت الزريع. ووقت الزريع عنده علاقه بالبيع. حنا بغينا مثلا نزرعوا الدلاح، راه كل يعني الدلاح، مطيشه، القرعه، اللفت، خيزو، كلشي داكشي فيه يمكن لك تخدم به هذه الخدمه هذه. حنا مثلا بغينا نزرعوا الدلاح، وبغينا الدلاح ديال الوقت، يعني الدلاح ديال اللي كيقولوا حنا كنقولوا طيب وقته، يعني طيب وقته كيكون مزيان. كان بعض الاخوان كيقول لك لا راه الدلاح ديال الوقت راه ما كيضرش. المهم الا بغينا الدلاح ديال الوقت كنزرعوه، مثلا حنا كنعطيكم مثلا غير الدلاح كنزرعوه في شهر 3. الوقت الحقيقيه ديالو يعني الوقت المناسب ليه وهو شهر 3. الاول ديال شهر 3 كتزرع شهر 3، شهر 4 5 6 7 كتدخل السوق. 7 كتدخل به السوق. ها فين كاين المشكله، كتدخل السوق كتدخل مع الناس كلشي، يعني كلشي الناس زرعوه في الوقت ديالو راه اي واحد غيزرعو غيصدق ليه، فهمتي. وكندخلوا للسوق كنوليو كنتعرموا في السوق، كيولي الطلب قليل والمنتوج كثير، فهمتي. وكتولي اثمنه قليله طايحه شويه، وحتى الجوده كتكون تبارك الله، كتكون الجوده في هذه الوقيته. ولكن بالنسبه للفلاحه كيكون عندهم شويه متعرف فيه شويه ديال الصير، ما عندهمش ربح، كيكونش ربح بزاف، يعني كيكون ربح شي ربح قليل. هذا علاش كيمشيو للبكريه ولا المازوزيه. كنمشيو للبكريه مثلا، هذا قلنا كنزرعوه في شهر 3، البكري غتزرعوه في شهر 1، لان كاين المناطق اللي كيكونوا سخونين شويه بحال جيت زاكوره والنواحي كتكون سخونه شويه قبل المغرب كامل، وكيزرعوا الدلاح قبل الوقت، يعني كتزرع في شهر 1. او الناس ديال لاصير كيزرعوه في شهر 1، شهر 2، شهر 3، شهر 4، 5 كيكونوا داخلين السوق. 5 انت مازال هادو ديال العادي مازال يلاه كيطلق القطيب، انت دخلتي به السوق بوحدك، انت كتكون في السوق بوحدك كتبيع باش ما بغيتي. يعني فيه شويه ديال البركه، فيه الخير والبركه، يعني كيكون طالع شويه في الثمن، لاننا كلنا هو قليل في السوق، كيكون الطلب عليه كثير. هذا علاش. والمازوزيه هذا علاش، هذه هي البكريه. والمازوزيه كذلك، المازوزيه كتزرع العادي كما قلنا قبيله كيتزرع في شهر 3. المازوزي كتخليه حتى لشهر 5، حتى لشهر الاخر ديال شهر 4 كاع. الاخر ديال شهر 4 كتزرعوا، كيبدا عاوتاني المازوزي الاخر ديال شهر 7، الاول 4، الاول ديال شهر 5، صافي كتنطى 4 5 6 7 8 9 كتدخل للسوق. مثلا 9 كتدخل به للسوق، كيكون هذاك ديال الوقت ديال شهر 3 مشى، يعني ما بقاش في السوق، كتولي انت تاني بوحدك في السوق، كيولي تاني قليل في السوق والطلب عليه كثير. هنا كتبيع شويه بالثمن، يعني كترد فيه شي شويه، كيخلي لك واحد الربح لا باس به، يعني ماشي لا باس به، نيت الى على حساب الكميه اللي درتي، على حساب العدد اللي درتي. هذا هو علاش انا عطيتكم مثلا غير على حساب الدلاح، ويمكن لي هذه الطريقه هذه كنطبقوها على خيزو، كنطبقوها على القرعه، كنطبقوها على هذا المنون، السويله، اي خضروات كامل، كلشي الخضره كلشي. هذا هو المعنى ديال المازوزي. وهذا الشيء باش كنخدموا، هذا الشيء اللي لقينا الناس الاولين والدينا وجدودنا خدامين به، وكنسمعوا فعلا هذه القضيه ديال المازوزيه والبكريه. وكاين اللي عارف، الناس الفلاحه راه عارفين هذا الشيء زعما ما فيهش. ولكن كما قال السيد في التعليق، ماشي غير هو، شحال من واحد كيطرح عليا هذا السؤال هذا، قلت اللهم نديروا هذا الفيديو هذا ونوصلوا الفكره، والله يوفق الجميع ان شاء الله رب العالمين.